قتل صديقه وأخفى ما فعله داخل الثلاجة. كان صباحا عاديا في الأشرفية بيروت، حيث كان صهيب من المفترض أن يفتح المحل، لكنه لم يحضر ولم يتمكن أحد من التواصل معه. أتى حسن وقام بفتح محل المثلجات المعروف، ومن أول زبون دخل المحل بدأ حسن بتلبية طلباته، ففتح إحدى الثلاجات ليتفاجأ بمشهد صادم أمامه. انهار العامل في مكانه وحضرت القوى الأمنية فورا، وقام صاحب المحل بالتعرف على من كان بداخلها. إنه صهيب الذي كان من المفترض أن يفتح المحل مع خالد، الذي أيضا لم يظهر في ذلك اليوم. في التفاصيل تبين أن خالد اتهم صهيب بأنه حاول التقرب من أخته، ودار بينهما شجار عنيف عند إقفال المحل باغته خالد ابن 15 عاما بضربة قوية على رأسه باستخدام أداة معدنية كان قد أحضرها معه إلى العمل بنية الانتقام من صهيب. ضربة واحدة كانت كافية، ثم حاول خالد إخفاء ما حدث داخل الثلاجة على أمل أن يتصرف في الأمر في اليوم التالي بعد أن تتجمد. لكن عند قدومه صباحا إلى المحل تفاجأ بوجود القوى الأمنية، فتوارى عن الأنظار لاحقا. تم توقيف خالد، وهو اليوم يواجه قضية خطيرة رغم كونه قاصرا.